السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنقدم معكم واحد الحلوة اللي هي ما شاء الله كتجي غير كتفرتت هشيشة هشيشة، والمذاق ما نعاودش لكم عليه، اللي هي الحلوة ديال الكاوكاو. غنبداو إن شاء الله على بركة الله. هنا عندي الكاوكاو مسخناه ومحيدة ليه القشور ديالو ومهرمشاه. هنا عندي 3 ديال البيضات. هنا عندي كاس ديال السكر كلاصي، انا عبراه بالكيسان ديال القهوه هانتوما كيف كتلاحظوا. هنا عندي كاس ديال الزيت معامر، بقى لي شويه ويعمر، زايده عليه معلقه ديال الزبده. ديك معلقه ديال الزبده كتخلي فيها المذاق بحال اللي درتيها كاملها بالزبده. وعندي 16 فاني، 16 ديال الخميره، وشويه ديال الملح، والدقيق دقيق ديال الحلويات. المهم غنبداو دابا على بركه الله. بسم الله. غندير داك البيض والسكر كلاصي، غنضربو مزيان حتى كيذوب لينا. بطبيعه الحال هنا غنستعمل انا غيديه بها باش غنخلط. المهم حاولوا تضربوه مزيان كيف قلت لكم. وغنزيد عليهم هنايا ديك 16 د فاني وشويه ديال الملح. صافي هنايا غنضرب. منين ضربت مزيان داك البيض هو داك السكر كلاصي، غنزيد ليهم الزيت وديك الزبده. المهم كيف قلت لكم خصهم يذوبوا. صافي غنزيد داك الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. العجينه دائما ديال الحلوه كتكون مرخوفه، ما عمركمش ديروا العجينه ديال الحلوه تكون قاصحه. في الاخر غنزيد ديك 16 ديال الخميره ديال الحلوه، وانا كنجمع. هانتوما دائما كنبقاو نجمعوا غير بصبعنا. صافي على هذا الشكل راه كتجي رطبه هكا. صافي غندوز دابا باش نكورها. بطبيعه الحال غنفندها في الكاوكاو. بالنسبه للكويرات هكايا نتوما تحكموا فيهم، واش بغيتو حجم كبير او لا حجم صغير او لا متوسط. انا كتعجبني كاع الحلوه تكون كبيره شي شويه شاده في راسها. صافي هنا غنبقى ندير هكا ب3 4 5، وانا كنفند فيهم وكنشكلهم على شكل دائره وكنحطهم في الطاوه على هذا الشكل. راه كتجي تبارك الله ما شاء الله، وكتحط كميه اللي هي كثيره، وكيجي فيها واحد المذاق بنين ما نعاودش لكم عليه. كنقول لكم جربوها وغير مكلفه ودائما مع السهلات. غنستمر هكا تنكمل كاع الكميه اللي عندي ونتلاقاو. صافي هنا بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي انا راه ديجا درت الطاوه كطيب، وندخل هادي ونتلاقاو. ايوا هذه هي الحلوه ديالنا، سهله خفيفه وغير مكلفه، والمذاق ما نعاودش لكم عليه، كتجي غير هشيشه غير كتفرتت. هاني غنوريكم وحده. ها نتوما كيفاش جات، راه مع السكر كلاصي هو اللي كيخلي هذيك الحلوه هكا كتبقى مفرطه. كنقول لكم جربوها ان شاء الله وما غاديش تندموا، وغتولي معتمده عندكم لانها سهله وغير مكلفه. ايوا كتحط كميه اللي هي كثيره وكتجي على هذا الشكل. نتمنى تكون عجباتكم وبصحه وراحه.